السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لسه مشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. انا النهارده بقى ايه، كنت بكلم بنت خالتي فايزة، وكالعادة زي كل يوم هنعمل اكل ايه، وانا احترت واحتست وزهقت، ولدرجة ان انا مش عارفة اصور حاجة عشان مش عارفة اعمل حاجة بجد. الموضوع بقى صعب قوي، وعايزة اعمل حاجة برضو مختلفة شوية. فقالت لي اعملي عجة. انا اول مره اعملها في حياتي والله العظيم، وممكن ما كنتش كلتها كتير اصلا. فقالت لي الصراحه هي بتتحط على قد ايه وايه وايه، وهي قالت لي ايه بالطريقه دي، وانا حطيت البهارات دي من عندي، التوابل اللي اتحطت دي. بس مبدئيا انا جبت 3 بيضات، وطبعا ايه زي ما انت عايزه كميه اكتر هتزودي، عايزه كميه اقل هتزودي. فانا مبدئيا كده جبت 3 بيضات. اللي كان لخمني بقى هنا وانا بصور ان كان في بطاطس بتتحمر على البوتاجاز. مصطفى هو اللي كان بيحمرها، قعد يقول لي اعملي بطاطس شيبسي وهبهرك. هو ابهرني الصراحه، بس سابها وخرج، وانا مبقتش عارفه بقى هشوف اللي بعمله ولا هروح التحمير. فالمهم حطينا 3 بيضات حاليا دلوقتي، وهقول لكم بقى هنعمل ايه. مخرطين بصلتين مش كبار قوي، حسب الكميه اللي انت عايزاها، وجبت شبت وبقدونس وكزبره، خدت من كل حزمه كده شويه وخرطتهم زي ما انتم شايفين برضو، وغسلاهم يعني وخرطتهم. ضربنا بقى البيض مع بعض، هننزل بالتوابل عليه. انا حطيت مكعب ماجي، هقول لكم واحده واحده كده بالمقادير لان انا مش كاتباهم. ودوت فلفل اسود، بس الفلفل الاسود لما جيت حطيته مكان البهارات فبقول لكم لا مش بهارات. ودي كزبره، انا ما عنديش لا بهارات ولا عندي كمون، فيا رب افتكر اجيب لما انزل بقى. وحطيت حبه شطه برضو حسب ما انت عايزه، وحطيت بقى شويه ملح، وبقى هقلب كل برضو مع بعضه. هنحط كوبايه دقيق، طبعا لما احط كوبايه دقيق هتبقى عامله زي العجين، فانا هخفيها بشويه ميه او بشويه لبن. فانا كان بالاحسن بالنسبه لي تبقى ميه، يعني ميبقاش لبن وبيض وكده، ومش عارفه حسيت الالطف بالنسبه لي تبقى اخف بالميه، فقمت خفيتها. وكمان ما كانش عندي لبن يعني، بس كان ممكن ابقى اشتري، بس ايه فضلت ان انا انجز في الوقت واعملها بالميه وخلاص. فانا حطيت كوبايه دي، وهزود بقى الميه دلوقتي، هحط حبه في حبه لحد ايه ما نوصل للقوام اللي انت هتشوفه في الاخر. وبصوا مصطفى حط البطاطس على ورقه الكراسه، برضه شيلها عشان التصوير، شيلها. قام شيلها حطها قدامكم زي ما انتم شايفين كده، في عادي بقى احنا اكيد ناس كتير بتعمل نفس الحركه دي. انا بقى كنت زعقت له عصبني. هيزود لي بقى شويه ميه وهظبطها بيها لحد ما نلاقي قوامها بقى ايه خفيف شويه، لا هي خفيفه قوي ولا هي تقيله، بس برضه اعملي حسابك ان هي تبقى خفيفه سنه صغيره عشان خاطر ايه هننزل بالخضار بتاعنا، الخضره دي بابا كان عايز يساعد يعني. بس عايز هو اللي يقلب قلت له خد قلب، وانا اروح ايه ادبل البصلايه. فجبت صينيه، سبت بقى هو يقلب هنا اهو، وجبت انا صينيه اللي هشتغل فيها، حطيت فيها البصلايه وحطيت فيها شويه زيت ومعلقه سمنه. زيت حلو كده عشان خاطر ايه ما تتحرقش مننا، لان انا مش هدخلها الفرن. طبعا انت لو عايزه تدخلها الفرن هتدخلها الفرن. وفي تركايه مهمه انا ما حطاش عشان انا ما كانتش عندي، يعني انا نسيتها، ولما افتكرت دورت ما لقيتش البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليها هشه اكتر ما هي ايه، يعني هي كانت طالعه معايا حلوه يعني كانت مرفوعه، بس ما كانتش هشه قوي. فالبيكنج باودر بيخليها هشه اكتر. فبرضه وانت بتعملي حطي نص معلقه بيكنج باودر صغيره كده وايه وقلبيها مع الخليط. هنا كنت حطيت الزيت والسمنه زي ما انتم شايفين. حطينا الصينيه، هننزل بقى بالبصل نخليه يدبل شويه، وبعد كده هننزل بالمكونات بتاعتنا كلها عليها، وزي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. اللي شاف الفيديو يعني يقولي على افكار، بس تكون سهله كده وما تكونش ايه ضليعه يعني 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 تكون سهله وما تاخدش وقت كتير ومش مكلفه، لان احنا برضو ايه، احنا عايزين تطلعي حاجه تكون كويسه وما تكونش مكلفه للناس. انت لما هتيجي تبصي على فيديوهات او على اي حاجه هتعجبك وحلوه جدا، بس مش هتعرفي تعمليها لان مثلا مكوناتها كتيره، حاجاتها تكلفتها هتبقى عاليه. فاحنا عايزين يعني افكار تكون حاجات مناسبه عشان خاطر كل المستوى بتاعنا يعرف اللي هو يقدر يعملها.
بس انا برغي كتير وانا اصلا مصدعت. هنتبل بقى البصلايه دي، هنا كانت دبلت بقى شويه، نديها تقليبه وبعد كده ننزل بايه بالخلطه بتاعتنا، بس بعد ما هنوطي النار عشان مش اول ما ننزل بيه البيض يقوم عامل لون على طول او يمسك على طول يقفش كده اهو، وهي لسه اصلا ما استوتش. وهتخليها واطيه، يعني انت هتسويها على النار الواطيه دي خالص. ولو عايز تدخلها الفرن هيكون احسن لك واسهل لك اعملي، بس انا بستسهل البوتاجاز الصراحه، ما دام حاجه ينفع تعمل على البوتاجاز بقوم عاملاها. تقليبه كده سريعه عشان بس البصل يدخل فيها. بس كده هي جاهزه معانا. تسيبوها بقى تستوي على نار قليله خالص، بس طبعا غطوها، لازم تتغطى عشان الغطا هيخلي البخار ايه يسويها كلها من نص ومن فوق ومن تحت ومن كل حاجه. طبعا انت عشان تحمري وشها هتدخليها الفرن، لو عرفتي تعملي زي ما انا ما عملت وتقلبيها هتقلبيها. انا بعد ما اتاكدت ان هي من تحت خلاص استوت وحمرت زي ما هتشوف اخر الفيديو، قمت قلبتها الناحيه التانية. شايفين بطاطس جميله ازاي؟ الفتحه الحلوه الصفرة دي هو كان هطلعها، الحمرا اللي هي الحمرت دي سابها هي اللي طلع وانا كنت بشتغل، فده مش لومي، دي حاجه ما تعبنيش الصراحه. بس زي ما انتوا بقى شايفين كده اهو، هنا انا كنت قلبتها في الصينيه التانية عشان وشها من تحت يحمر زي فوق وتبقى ايه كلها واحد. تقدري انت تدخليها الفرن اصلا من البدايه هتحمر من فوق ومن تحت وتبقى ايه برضو انجزتي. فاللي انت ايه حباه هتسويها بيه الطريقه اللي تحبي تسويها هتسوي بيها. بس زي ما انتوا شايفين كده السلكه اللي مضايقاني دي بتاعت الميكرويف شغلته عشان بيسخن العيش، قلت اكسب وقت بدل ما افضل امر. بما انها دي استوت حطيتها على البوتاجاز ورحت قعدت، وعلى ما ريحتلي شويه كانت استوت خلاص. فعشان افضل امر العيش هتكون بردت، والحاجات دي بتحب تاكل سخنه، يعني حلاوتها في السخونيه. كانت العجه او القرنبيط حاجات اكل سخنه يعني. بس وعايزه اقول لكم ان هي كانت حلوه جدا. انا قلت مش تعجب، انا سليم فريده عندي بتاكل اي حاجه زي الحمد لله. سليم ما بياكلش اي حاجه، مش اي حاجه تعجبه، وانف جدا ومقرف ومش مريح الصراحه. يعني انا بستغرب الطفل ما بياكلش جبنه. ما انت ما بتاكلش جبنه يا ابني دلوقتي، هتاكلها امتى؟ ما انت غصب عنك لما تكبر هتاكلها عشان مش هيكون في غيرها اصلا. فغريب الصراحه، بس الحمد لله حبها وكلها، وكان بيتخانق معانا عليها يعني. فالواحد لما بيعمل حاجه وبتعجب العيال اكلها مقرف دي بيكون مبسوط، فانا الحمد لله اتبسطت. بس بقى نطلعها كده بالمعلقه بتاعتنا الحلوه دي. بصوا بقى شايفين رقيقه ازاي؟ انتي بقى لو حطيتي بيكنج باودر ويا رب تفتكروا حتى تطلع معاكي عشقال. تطلع معاكي هشه وهتبقى حلوه هتعجبك يعني. نلصمي بقى ده هنا اهو كده عشان يبقى الوش بتاعها مظبوط. يعني بقى طبقين بتوعنا حلوين كده اهوت نتغدى بيه واحلى غدا، ممكن فطار ممكن عشاء. الصراحه دي بتتعمل في اي وقت، يعني فطار غدا عشاء بتتعمل فيه تمام يعني. البيض الصراحه لما بتحط في اي حاجه كليها في اي وقت. بس زي ما انتم شايفين كده خلاص خلصنا. هنطلع بقى العيش. طبعا كنت شلت الفيش عشان خاطر ايه اعرف اصور لكم. والعيش في الاخر حطيته دقيقتين بس ما كانش سخن قوي لان هو كان متلج. والمصطفى قعد يقول لي انت ما قدرتيش يعني تسخنيه، قلت له ما قدرتش، ومسخنه لنفسك انا يقرفونا مش كفايه احنا بنعمل اكل. بس وكده الاكل بتاعنا خلاص جاهز النهارده. وكان عندي شويه ميه مخلل انا بعشقها جدا، ميه الترش دي فحطيتها. طبعا ممكن تعملي بقى شويه طحينه شويه سلطه اللي انت تفضلي معاها تاكليها. وكمان لو عندك بتنجان مخلل يا سلام، هيبقى حاجه يعني لوز اللوز احلى حاجه حرشه تاكليها. بس يا حبايبي كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده، حاجه بسيطه خالص وسهله، ورب ان شاء الله تعجبكم وتنفذوها وتقولي رايكم ايه. لو الفيديو عجبكم او ما عجبكوش دوسوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وايد فريده اللي سابقه اي حاجه هي وسليم في الاكل دي.